انك تجيب عربيه جديده ده موضوع سهل، لكن تصونها فين هو ده الموضوع الاهم. النهارده احنا في مركز خدمه الاصيل، اكتر من 40 سنه في خدمه وصيانه العربيات. هنعرف تفاصيل اكتر النهارده في اوتو درايف، يلا بينا. وطبعا اول حاجه هتلفت نظرك وانت داخل المركز المتكامل الاصيل اللي هو على مساحه 2800 متر، الشوروم او صاله العرض الخاصه بعربيات جيلي. كل الفئات موجوده من جيلي في صاله العرض للاصيل، واللي طبعا بتتوسطهم النجمه الكبيره بتاعه جيلي الستار راي. يلا بينا ندخل مركز الخدمه ونتعرف على تفاصيل اكتر في مركز خدمه الاصيل واللي موجود في قلب زهراء المعادي. ودلوقتي معانا الباشمهندس باسم خطاب، مدير العمليات في مجموعه الاصيل، اللي هيحكي لنا بالتفاصيل ايه الخدمات اللي بتقدمها مجموعه الاصيل. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. كله تمام؟ شرفتنا يا فندم. الحمد لله، ربنا يخليك. احنا مركز الاصيل الخدمات المتكامله، احنا مركز ابتدينا من حيث انتهى الاخرون. لما بنيجي نعمل مركز صيانه، الهدف الاساسي ان احنا بنعالج كل البينز اللي العميل بيشوفها. الحقيقه في مشاكل كتير جدا بيعاني منها العملاء وملاك العربيات في مصر. مظبوط. هنبتديها مثلا من ان هو التجربه بتاعته من اول ما بيجي عندنا في المكان لغايه لما بيخرج، احنا بنسميها سيمليس جيرني للعميل، من اول ما بيحجز عن طريق الابلكيشن عندنا لغايه لما بيجي يستلم من عندنا العربيه. طريقه استلامنا للعربيه نفسها بنوفر له كل السبل ان التجربه بتاعته تكون سهله وبسيطه. الحاجه الثانيه دايما بتبقى مشكلته في الكواليتي بتاعه الاصلاح. احنا عندنا برنامج تدريبي قوي جدا للتكنيشنز اللي موجودين عندنا او المهندسين، بحيث ان احنا نضمن دايما الجوده بتاعه الخدمه اللي بنقدمها يعني للناس. الاستثمار مش في المباني والاجهزه بس والمعدات، الاستثمار كمان في التدريب والعماله والفنيين والمهندسين وكده. حقيقي انا لو ما جبتش العامل البشري مؤهل لانه هو يدور استثمار بحجم استثمار اللي معمول في الاصيل، ابقى انا ما عملتش حاجه. الحاجه الثانيه اللي دايما بتضايق اي عميل فتره الانتظار لقطع الغيار. انت اي عميل بيبقى عنده مشكله في عربيته ويبقى عايز يخلصها امبارح، مش بكره الصبح، عايز يخلصها امبارح، لان العربيه ما بقتش سلعه ترفيهيه زي ما حضرتك عارف. طبعا الطبيعي ان العربيه بقت مش بتنقله كمان من نقطه A ل B، بقت سبيل لاكل العيش. صح. فالطبيعي ان احنا بيبقى عندنا ستوك سفيشنت قوي جدا لكل الخدمات بتاعتنا، سواء الصيانات السريعه او عمليات الاصلاح الثقيله في العماير. لما بنعمر فتيس او بنعمر موتور، عندنا كل قطع الغيار اللي لازمه. عندنا مركز سمكره ودهان على اعلى مستوى. طيب قبل ما نخش السمكره والدهان، الصيانه احنا بنعمل صيانه جيلي، احنا جيلي وتويوتا، جيلي وتويوتا واذر وبقيه انواع العربيات المختلفه. مظبوط. احنا عندنا 30 كوريك وعندنا 20 باي في السمكره والدهان. القدره الاستيعابيه للمركز في اليوم اقدر اخدم 120 عربيه. 120 عربيه. 120 عربيه. حلو جدا، رقم هايل يعني. عشان اقدر اخدم ال 120 عربيه دول والعميل يطلع من عندي ساتسفايد، ما عندوش اي مشكله. زي ما قلت لحضرتك، بنبتدي من اول السوفت وير اللي بنحجز عليه، السيستم اللي احنا شغالين بيه، اللي بيبقى فيه كوميونيكيشن ما بينهم، بحيث ان انا العميل جاي النهارده عشان يحجز عندي، هو حاجز عارف العربيه بتاعته هتيجي تعمل ايه. ده لو تاني زياره. حلو. لو اول زياره باخد بياناته كلها، والعمليه بتاعتنا بتبقى سهله، ما بحتاجش بيانات ضخمه، بيانات العربيه، بيانات العميل، وبعد كده بيدخل معايا في البروسيس بتاعتي. هنأكد تاني ان احنا بنعمل صيانه لجيلي وتويوتا وكمان بقيه كل البراندات، سواء سيدان او سواء اس يو في. واكيد بضمن وتوافر قطع الغيار حتى للاذرز اللي انا ما عنديش ليهم ستوك. عندي علاقات قويه جدا في سوق قطع الغيار، بحيث ان انا اقدر اوفر قطع الغيار للعربيات اللي انا مش وكيل ليها. حلو جدا. احنا المركز قلنا تقريبا مساحته قد ايه؟ 2800 متر حضرتك. 2800 متر. عندنا 30 كوريك. ندخل بقى على حته
السمكره والدهان. السمكره والدهان احنا على تعاون مع كل شركات التامين تقريبا موجوده في مصر، فاي شركه تامين لما بيكون عندهم حوادث بيقدر يجيبها لي، انا بقدر اشتغلها على اعلى مستوى. حلو. الاجهزه والمعدات اللي موجوده عندي، جهاز الميكسر بتاع الالوان نفسه هتشوفه حضرتك ستيت اوف ذا ارت زي ما احنا بنسميه. الفرن نفس الشيء، انا عندي فرن 6 في 9 كبير جدا بيستقبل حتى العربيات الاس يو في العاليه. هنشوفه دلوقتي ونخوض التجربه. والمكان كمان مخزن قطع الغيار، عشان برضو لازم هتدخل تشوف مخزن قطع الغيار عشان الكلام يبقى فيه مصداقيه. بالظبط كده. خد بالك ان دي مشاكل بتواجه كتير من العملاء بالذات الفتره اللي فاتت، اللي هو العجز والنقص في قطع الغيار. اكيد ما هو من ضمن الاستثمار ان انا بستثمر مبلغ كبير جدا في قطع الغيار، عشان الرساله اللي انا بوصلها ان انت مش هتواجه مشكله انتظار في عربيتك، ان انت تستنى قطعه غيار توصل في خلال شهر او 2. انا اوريدي عامل في جزء من الاستثمارات بتاعي ان انا بستثمر في قطع الغيار بحيث ان هي تبقى موجوده عندي طول الوقت. حلو. انا جيت النهارده عشان اعمل صيانه لعربيتي. ايه هقعد فين والويتنج اريا بتاعتي فين؟ هتشوف لاونج فخم حلو. محترم، لان برضو احنا قلنا احنا بنعالج المشاكل بتاعه الناس. اي عميل بيبقى عنده مشوار الصيانه ده بتبقى علقه انه بيضيع فيه 4-5 ساعات قاعد في مكان مش مجهز او مش مؤهل. انا عندي اللاونج اكيد فيه الكاترينج على اعلى مستوى، اكيد فيه الترفيه، سواء انت جاي لوحدك عندك القنوات المختلفه على الشاشات، او جاي مع اطفالك بيقدروا يقعدوا يلعبوا في الكورنر بتاع البلاي ستيشن. عظيم جدا. احنا عرفنا ان شاء الله الافتتاح يوم 25/8 ان شاء الله الرسمي. احنا كده شغالين، احنا شغالين ران درايف مظبوط بالظبط كده، لكن الافتتاح ان شاء الله هيبقى 25/8. في اي اوفرز، اي حاجه هنقدر نقدمها للناس المفاجآت يوميها، المفاجآت اللي جايه في مفاجآت اكيد، يعني بنوعد الناس ان شاء الله ان هيبقى فيه اكيد مفاجآت في مركز الاصيل. اكيد يا فندم. تمام، شرفونا. ربنا يخليك. احنا بنشكرك جدا باشمهندس باسم، تحت امرك، وان شاء الله نشوف حاجه تليق باسم الاصيل وباسم المجموعه والخدمات اللي تقدر تقدمها كمان للعملاء ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. ربنا يخليك. وكمان وانت في مركز الاصيل في الكاستمر لاونج بتشوف عربيتك وهي بتعمل الصيانه، تلعب بلاي ستيشن، تتفرج على ماتشات الدوري الانجليزي وكل الماتشات اللي انت بتفضلها وبتحبها. النهارده شفنا كل تفاصيل ومراحل او تجربه دخول عربيه لمركز خدمه الاصيل، من اول الاستقبال دخلنا على الصيانه بتاعه جيلي لتويوتا، وشفنا الفرن النهارده بتاع الدهان كمان احدث فرن موجود في مصر. دخلنا كمان ورحنا مخازن قطع الغيار. التجربه كانت لطيفه جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله نشوفكم في حلقات كتيره من الوطن اوتو درايف وحاجات ممتعه في السوق المصري. سلام. هكمل انا البلاي ستيشن بقى الماتش، وبعدين نبقى نروح. شوف هنروح امتى.